الإضراب لا زال قائم، وعلى جميع من تسبب في هذا الإضراب من المؤزمين من القيادات بالمؤسسة والوزارة عليهم الرحيل، لأن سقف المطالب وارتفع جدا، لن نقف عند حد ليعلموا ذلك. عليهم الرحيل، من تسبب في وجود هذا الإضراب يجب أن يرحل، ولن نسمع. نعم طال عمرك. فيما يتعلق بالمطالب للإضراب ومواقف أيضا النواب اليوم اللي حضروا معاكم، هل هناك يجب مواقف أن يتخذها نواب مجلس الأمة ضد هذا الموقف من حقيقة نشكر الأخوة النواب اللي هم اللي حضروا وأيدوا ودعموا وآزروا والنقابات الحكومية. بالنسبة للمطالب ارتفعت جدا ولا سقف لها. كان في الأمس هناك حتى فتاوي دينية تتعلق بهذا الموضوع وبتحرم شرعة الإضراب. هذه اجتهادات دينية منهم، يخطئون ويصيبون، ولكن شرعا أعتقد أنها جائزة إن شاء الله ولا فيها شيء. شكرا جزيلا. شكرا لكم.